مين فينا ما اشتراش حاجه ساقعه وشربها قبل كده، او مثلا ما طبقهاش ولعب بيها كوره مع اصحابه، او مثلا عمل بيها توك توك؟ ايه توك توك؟ أنا اسمي أحمد محمد، عندي 11 سنة، بخترع حاجات من الكنز. أول حاجة عملتها كانت الطيارة. ابتدت معايا بقصة، بس كانت قصة يعني أحزنتني سنة. إن أنا كنت واخد طيارة معايا في المدرسة، آخد عليها درجات، ميس مسكتها وطبقتها مترميها لي من الشباك. يعني أكتر حاجة ضايقتني في الموضوع، حسيت إن الحاجات دي تافهة. بعد كده لما روحت البيت سألت بابا هو الحاجات اللي أنا بعملها دي تافهة؟ قال لي لأ. بعد كده خدني وعملت كل الحاجات دي. ابتديت الفكرة دي، أول حاجة عملناها قبل الطيارة كنز، كانت طيارة من الورق. كانت طريقتها برضو سهلة زي الكنز، بس كانت الورق أسهل سنة. بس لما اخترعتها بالكنز كان ليها فكرة تانية، التانيات بتبقى مختلفة. لازم لو افتكرتها تبقى زي عادي الورق عادي افرده يبقى معدول، لكن الكنز لازم ألف والزقه. في الاول خالص، اول لما اي حد يتعلم لازم يبقى حاجات متعبه بالنسبه له، ممكن يزهق، ممكن يقول مش عايز اعمل حاجه. لكن انت عشان تعمل الحاجات يعني الشغل اللي انا بعملها دي، لازم تحاول مره 2 و3 و10 و100 و1000، ان حاجه صعبه فعلا فعلا. في حاجات ويلي، عربيه جيب، مرجحه الملاهي، كذا حاجه. في فكرة كتير جدا هو مخترعها، وحاجات هو اللي معلمها لي. يعني مثلا العجلة، الطيارة، العربية، وحاجة لما نقعد مثلا أنا مش عارفها يقعد معايا ويعلمها لي واحنا بنعملها. دلوقتي تعالوا أعلمكم ازاي هنعمل طيارة بالكنز. شفتوا النهارده موهبه احمد؟ انت كمان لو عندك موهبه وشايف ان هي تستحق تنتشر، ممكن تبعتها لنا على الميل ده.